السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناة الكورة مع إسلام. أهلا بكل جمهورنا العزيز. جمعة مباركة عليكم جميعا، أمين يا رب العالمين. النهاردة بجد مبسوط، لكن الأول هنتكلم عن أخبار الزمالك كالمعتاد وكل مدار داخل نادي الزمالك. يا رب كلكم تكونوا في أحسن صحة وفي أحسن حال. دقائقكم الزملكاوية مهمة جدا عشان خاطر الفيديو يوصل لأكبر عدد ممكن من جمهور نادي الزمالك العظيم. ونبدأ أخبارنا النهاردة، وبجد أنا فرحان جدا، الحمد لله والشكر لله. بقالي كتير ما فرحتش، ما كانتش ناقصة صدمة كمان، ما كانتش ناقصة خبطة شديدة جدا كانت ممكن تحصل للواحد. احمد زيزو الحمد لله مكمل داخل نادي الزمالك. احمد زيزو وفرح زيزو انتهى. شفت اللي يقول لك فرح العمده والكل عمال يتكلم والكل عمال يتكلم؟ زاد قلقي وزاد حيرتي بعد ما اتنين من كبار الصحفيين الرياضيين داخل المملكه العربيه السعوديه قال لك زيزو خلاص، الشباب السعودي خلص معاه، الشباب السعودي انتهى خلاص، نهى الصفقه لصالح فريقه بمعاونه رجال من كبار الشركات او الشركه اللي متواجده، زي مثلا اللجنه المؤقته داخل نادي الزمالك بيقولوا عليها شركه هناك. لكن بجد يسلم زيزو وتحياتنا لزيزو اللي رفض كل الاغراءات وكل العروض وفضل متمسك بنادي الزمالك. ربنا يكتب لك الخير يا زيزو، ومتعوضه صدقني وهنبارك لك. بس الزمالك دلوقتي في فتره صعبه جدا، محتاجك على الاقل الموسم ده. عايز اقول لكم الفلوس بتروح وتيجي، لكن النجم زي زيزو ما يروحش ويجي. لكن الظروف تختلف دلوقتي. انا دلوقتي عندي فريق مش متكامل، ما عملتش صفقات، موقوف القيد. طب الفلوس اللي كانت هتجيلي هعمل بيها ايه؟ هحل ازمه القيد. لكن مفيش وقت اشتري لعيبه، مفيش وقت اجيب نجوم، مفيش وقت اقدر اختار. لكن يمكن مع موسم جديد او ميركاتو جديد نقدر نختار ونقدر نجيب من اول ما الميركاتو يبدا، مش في اخر اسبوع او في اخر 5 ايام، ما ينفعش. فشكرا يا زيزو ان انت كملت معانا، وشكرا ان انت متواجد داخل نادي الزمالك. ومن ضمن الاخبار اللي فرحتني كمان ان محمد صلاح متواجد في ليفربول. هو كمان ان شاء الله متعوضه له سواء اتحاد جده او الهلال السعودي، لكن حطم الارقام يا صلاح، كسر كل القيود. خليك في التوب مع نادي ليفربول ان شاء الله. الموسم ده يكون موسم خير عليك يا مو، كلنا بنحبك كمان، وده الاهم واللي شاغل الراي الزملكاوي الكبير والناس كلها بتتكلم عليه. ازمه كره اليد بجد، يعني كره القدم محلوله، موقوف قيدك بس معاك لعيبتك وهتكمل وربنا يسهل لنا والدنيا تمشي. لكن كره اليد رافضين كل الحلول. اتحاد كرة اليد رافض كل الحلول من جانب نادي الزمالك. هل حضراتكم حد قايل لكم او واخدين تعليمات ان انتم ما تحلوش مشكلة نادي الزمالك، ما تتسهلوش في مشكلة نادي الزمالك؟ وكله بالاصول، ما احنا ما بنطالبش بمجاملات. اللي بيحصل ده صعب، ليه كده وعشان ايه ومين اللي قايل؟ هل كابتن حسن مصطفى ليه دخل في الموضوع؟ بجد ايه اللي بيحصل؟ حتى لو كان خلافك مع المستشار مرتضى منصور، المستشار مرتضى منصور ذهب. طيب انت ايه اللي مخليك متعنت مع نادي الزمالك كده؟ هتقول لي ايه اللي جاب رئيس الاتحاد الدولي لاتحاد كرة اليد؟ ما هو اللي بيدير الليلة كلها. حكاية 2 مليون وعايز 4 وعايز كده، ان شاء الله هتتحل. بس اعرفوا احنا بنتعامل ازاي وبنتحارب ازاي. سؤال بس يعني، طب هخلي الاجابة دي للاخر. بخصوص انتخابات الزمالك، انتخابات، عندي اجابة مهمة جدا 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 فوق ما تتخيلوا، بس هخليها للاخر معلش. بخصوص انتخابات نادي الزمالك، استاذ هاني العتال قرر ان هو يترشح على مقعد نائب الرئيس، لكن منفردا، فردي، مش في قايمه. ليه؟ لان هو عارف، اسمع الكلام ده خرج من عندهم من هناك. هو عارف ان هو له شعبيه داخل نادي الزمالك، يعني مفيش قايمه هتسنده، يعني مش شرط القايمه الفلانيه تسندني. انا اللي هو استاذ هاني العتال هو عارف ان هو بيقول انا ليا شعبيه داخل نادي الزمالك، وفي نفس الوقت علاقتي كويسه بالرؤساء اللي هينزلوا الانتخابات، سواء القائمه اللي هتنجح. يعني كابتن حسين لبيب نجح رئيس، كابتن احمد سليمان نجح رئيس، ده عادي لو دخل معاه وده عادي لو دخل معاه. كابتن حسين لبيب معاه كابتن هشام نصر، كابتن استاذ، لا مؤاخذه، سوري، استاذ هاني العتال اسمه، كابتن احمد سليمان لسه بيختار بيشوف مين اللي هيبقى النائب معاه. طيب ده بخصوص الانتخابات. كمان في مفاجاه بالنسبه لي، هتبقى مفاجاه جامده ومفاجاه ليكم. كابتن ايمن يونس قرر الترشح للانتخابات مع كابتن حسين لبيب، قرر الترشح للانتخابات مع كابتن حسين لبيب. ده بخصوص الانتخابات وبخصوص اللي بيحصل. كلنا منتظرين ايه اللي هيحصل يوم الاحد في اخر يوم.
هيبقى يوم بمعنى اصح اسمه ضرب نار. سامسون اوكونولا ان شاء الله يجي منه. سامسون اوكونولا يقدر، سامسون اوكونولا باذن الله يفاجئنا كانه صفقه جديده ان شاء الله، لانه اصلا في الاساس كان كويس مع الفريق اللي كان بيلعب فيه قبل ما يجي نادي الزمالك. فان شاء الله بعد ما سجل جولين، مش عشان الجولين، عشان جسمه اللياقه البدنيه، لكن المهاره عنده، الحاسه التهديفيه بتاعته كويسه جدا. فان شاء الله يفرحنا، وان شاء الله نحس ان هو مهاجم جديد. وسوري ان شاء الله هيتواجد النهارده ان شاء الله يوم الجمعه في اليوم اللي احنا بنتكلم فيه ده، وهيرجع عادي، وان شاء الله ينزلوا التدريبات يوم السبت كلهم. ايه تاني بقى السؤال اللي انا كنت عاوز اجاوب عليه، اللي كنت عايز اتكلم فيه؟ اتسالت سؤال على قناه الزمالك في قلبي اللي هي القناه الرئيسيه بتاعتنا، سؤال بس مش هعرف اكتب عشان اقعد اكتب كتير يا جماعه، في اسئله كده ما ينفعش لازم اكتب اتكلم عليها كتير. حد بيقول لي ايه رايك في الازمات اللي فيها نادي الزمالك ومن المتسبب فيها؟ اللي بيسالني السؤال ده عايزني اقول المستشار مرتضى منصور. لا، مش هو المستشار مرتضى منصور، مش هو. الظروف ما ساعدتوش. طب ليه الظروف ما ساعدتوش؟ ليه نادي الزمالك اتقفل عليه القفله البيضه دي واتقفلت عليه القيود؟ ليه؟ احسبها من اول تاريخ انشاء نادي الزمالك سنه 1911 الى وقتنا هذا 2023، انت خدت كام دوري؟ انت خدت كام كاس؟ انا بتكلم عليك داخليا اهو، محلي اهو. ليه الفرق اللي بينك وبين الاهلي يكاد يكون 29 30 دوري؟ هل مش ده ازمات؟ هل مش دي خساره سنين كتير قوي لدوريات بقى، سواء كان مرتضى اللي موجود، سواء كان ممدوح عباس اللي موجود، سواء كمال درويش، سواء مع حفظ الالقاب للجميع طبعا، يعني كلهم من مقام والدي في السن، فمع احترامنا ليهم ممكن اكبر كمان في السن. مش كل الناس دي كانت موجوده، ومن ايام كابتن الدالي ومن ايام فلان وعلان، كابتن حلمي زموره، الناس دي كلها. وانت ما بتكسبش، وانت عندك ازمات، وفين وفين لما بتكسب. مع مرتضى كسبت، قدر يسد شويه، ومع الناس التانيه كسب بسيط. نادي الزمالك اعرف الازمه جايه منين. في دوري في العالم يبقى الفرق بينه وبينه قرب ال 30 دوري بين الاول والثاني، او بين الاثنين التوبات في الدوري بتاعهم. اتكلم واقول ايه واعيد ايه وازود ايه؟ جاوبوا انتم، ما تسالونيش. لو عرفت الحل ده سببه ايه، هتعرف ان المشاكل اللي حصلت لنادي الزمالك السنه دي هي اللي بتحصل السنه اللي فاتت، وهي اللي هتحصل السنه الجايه، وهي اللي هتفضل موجوده طول العمر للاسف. فعشان كده بطولتنا ب10 بطولات من اي نادي اخر ياخد بطوله. عشان الزمالك حب في قلبنا هندعم نادي الزمالك، مش هنتخلى ابدا عن نادي الزمالك، ودائما وابدا في ظهر نادي الزمالك الى ان ينتهي بنا العمر. كلكم اتجمعوا على قلب رجل واحد عشان خاطر نادي الزمالك وعشان خاطر الكيان. الجمهور تجمعوا مهم جدا ان احنا نبقى ايد واحده كلنا عشان الزمالك حب في قلبنا. اترككم في رعايه الله وامنه وحفظه، ولكم مني خالص حبي وتقديري واحترامي، وان شاء الله قادم افضل عشان الزمالك حب في قلبنا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.